انا النهارده قررت اعمل حاجه كلكم هتفرحوا قوي بيها، وانا اكتر واحد هفرح بيها جدا. قبل بقى ما اقول لكم الحاجه اللي انتوا هتتبسطوا بيها جدا 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 اللي انا فعلا هعملها، خليني بقى اقول لكم اللي انا قررت اعمل لنفسي تحدي. وخلي بالكم بقى يا جدعان، الحاجه اللي انا اقولها لكم دي في اخر الفيديو قسما بالله هتبسطكم جدا، وانا اكتر واحد هبقى مبسوط بيها. بس هي طبعا هتحتاج مبلغ كبير يعني، وان شاء الله انا عشمان في ربنا خير اللي هو يكرمني عشان اقدر اعملها، لان انا بجد ندمت اللي انا عملتها. بصوا بقى يا جدعان، انا النهارده قررت اعمل حاجه حلوه. الزغلول البنيدي ده بص، هو خلاص كده يعتبر ايه، هو بياكل لوحده، فانا ايه هفطمه. بس انا هفطمه ولا هنشه ولا هوديه البيت التاني. طب حد يقول لي هنعمل ايه؟ احنا الزغلول ده هندربه وهنأكله يدوي علشان نشوف بقى يا جدعان هنعرف ندربه ويجي لنا ويسمع كلامنا ولا لا. بس اهو مبدئيا كده في حصوه عندنا فكت ماشي، بتوع انهي قص بقى؟ بتوع القص ده يا جدعان الزواجل ماشي. بس طبعا الارضيه بص عامله ازاي، ومفيش فرش للطاجن. وهنا برضو حاطط رمل، هنا حاطط رمل اهوت، وهنا حاطط لهم رمل يا جدعان. وهنا مفيش برضو ايه، هنا مفيش خالص. تمام كده. وطبعا يا جدعان للي ما يعرفش ان سوق امبابة بتاع الحمام اتشال. انا قلت انزل اتمشى كده اشوف الدنيا فيها ايه النهارده التلات، ما لقيتش سوق حمام خالص، اتشال. فانا بقى عملت ايه، رحت جبت تحديق من واحد عندنا يعني. التحديق ده عباره عن ايه بقى؟ انا عايز اوريهولكوا كده. بصوا هو صدف اهو، صدف مش عارف هو هزار ولا لا والله. اهو هو صدف وتحديق عادي. الصدف ده ليه بقى؟ الصدف ده حلو للحمام، انا بحب اعملها بصراحه عشان ما اكدبش عليكم. فمبدئيا كده يا جدعان، اول حاجه هنمسك الطاجن ده ونجيب شويه تحديق كده حلوين. منها الحمام هيحدق منه، منها ايه تبقى فرش الطاجن. بعد كده ناخد الطاجن ده نعمل كده ونفرش الطاجن كده. نحطه هنا كده. ناخد الطاجن ده اللي عنده الزغلول ده لازم يتنضف، فنعمل دي كده. ادي الزغلول بتاعنا، لا مينفعش يتحط هنا، ماشي. ادي الزغلول ماسكين ده كده. بص الحمام بياكل منه ازاي. ليه بقى احنا بنعمل كده يا جدعان؟ نظافه، علشان مفيش حاجه تجيلها جدري، ولا في اي حاجه تجيلها جدري ولا حمام يتعب. نظافه الحمام يا باشا انت ترتاح. ناخد شويه تحديق كده عاملين كده، حاطين في الزغلول. اوبا نفس الكلام هنا. اوبا
ناخد الزغلول نحطه هنا، نضف يا باشا. يرمي في الشنطة. بصوا بقى الرمل يا جدعان بيعمل رطوبة ازاي. بصوا نروح جايبين تحديق وعاملين كده الطاجن اهو، عاملين كده وجايبين الزغلول حاطينه فيه. ايه تاني ايه تاني ايه تاني؟ الطاجن ده برضو نفس الكلام، ارمي يا باشا. جايبين تحديق اهو، افرش يا باشا. البوازات نفس الكلام برضو، عشان النتايه دي هتحص خلاص شويه كده. جايبين شويه صغيرين كده. خلي بالكوا يا جدعان المحار ده حلو قوي 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 للحمام. احنا لازم ننضف هنا، فهنعمل ايه بقى؟ اللي فوق دي نضيفه، فانا هنقل فوق، هنقلهم فوق بالطاجن زي ما هو كده. بسم الله. بس الطاجن ده عايز ايه بقى؟ بصوا يا جدعان لسه والله العظيم الزغلول ده فاكك اهو، لسه الزغلول ده فاكك، الزغلولين لسه فاكين. فاحنا هنجيبهم كده بس اهوت، نحطهم هنا، نحط ده هنا، نرمي ده. حط يا باشا اهو. بسم الله. تقوم فوق نجيب البداية ونجيب الدكر. بس نحط لهم المية والاكل بس كده يا باشا. دي بقى لازم تنضف. نجيب الشنطة دي بقى. بص عشان بالي كتير ما نضفتهاش، او يعني انا اصلا بنسى ان انضفها، فانا دي من ساعه ما جبتها ما اتنضفتش.
بص بقى نعمل ايه. هنجيب الزغلول البنادي يا عم، هنحطه هنا، وهنجيب النتايه دي هنحطها للدكر ده، نشوف هيعمل ايه معاها. كده يا جدعان الزغلول البنادي ده هنسيبه وهنعمل ايه بقى بعد ما نسيبه. اقول لكم احنا هنعمل ايه. من بكره هنبتدي بقى احنا ناكله بصفاره معينه، يعني هنعلمه صفاره ان ده ميعاد الاكل. الزغلول بقى البنادي يا جدعان بكره ان شاء الله كده، انا عزلته كده خلاص، هو اصلا كده بياكل لوحده. كده بكره هنديله ميعاد الاكل، واحنا اللي هناكله في ايدينا بصفاره معينه عشان يحفظ 5-6 ايام ان شاء الله. يعني نصفر له يعرف ان الاكل جه فيجي ياكل. تمام كده. هنمشي معاه خطوه خطوه لحد لما ان شاء الله لما نطيره طيران حر، نشوف بقى الموضوع ده هينجح ولا مش هينجح معانا. بصوا بقى يا جدعان، الموضوع اللي انا عايزكم فيه بصراحه، يعني انا قررت والله، وانا يعني انا ندمان ان انا عملت حاجه زي كده. انا قررت اشيل التاتو اللي على دراعي. طبعا انا التاتو ده كنت عامله يعني تقريبا كده 18 سنه 19 سنه، ايام الطيش يعني يا جدعان والله. فطبعا كنت لسه شاب والموضوع حماس بقى وبتاع، عايز اجرب. فانا والله يعني انا عايز اشيل التاتو، بس سالت على الجلسات لقيتها هتاخد تقريبا كده بتاع حوالي مثلا 12 جلسه، والجلسه برقم، يعني الجلسه مش، بس انا عايز اشيله. يعني انا هو يعني مثلا انا 30 سنه اهوت، فلو دماغي دي بتاعت زمان ما كنتش عملت التاتو والله. فانا يعني ان شاء الله هستنى كده ربنا يكرم، بس طبعا بدعمكم ووقفكم في ظهري. ربنا يكرمني ان شاء الله، ويعني واعرف اعمل مبلغ محترم واروح ابتدي الجلسات على طول. ان الجلسات دي هتاخد فتره، وبين كل جلسه والتانيه حوالي اسبوعين. يعني الموضوع هيبقى طويل، مش مجرد يومين او 3 او اسبوع، بس انا هبقى مبسوط. يعني انا والله هبقى مبسوط ان انا هشيل التاتو. يعني انا سالت حد، يعني هو مش هيبقى فيه اثر طبعا ايه مع الكريمات والحاجات اللي هم هيدوهاني والجلسات ان شاء الله بعد 12 جلسه 13 جلسه هيختفي خالص. فانا والله الحاجه دي يعني انا كنت عايز اعملها من بدري، فانتوا اللي شجعتوني اصلا افكر في الموضوع ده تاني، وان شاء الله اعملها. بس بقى في حاجه، ده خبر حلو ولا خبر وحش؟ اقول لك يا صاحبي، انت بتتفرج على الفيديوهات من غير ما تعمل لايكات. اللايك ببلاش والله، ولو مش مشترك انزل اشترك معانا في القناه. خلي بالكوا الايام اللي جايه دي والله هيبقى فيها مفاجآت كتير، بس انا ان شاء الله عشان في ربنا خير اللي انا احقق حلم كان في دماغي ونفسي احققه فعلا. وطبعا كل دوت بعد ربنا، انتوا واقفين في ظهري، وانا مش هقدر انسى حاجه زي كده. وقررت كمان بقى حاجه، اللي انا لازم ازود عدد الزغاليل اللي في البيت التاني، علشان انا بصراحه حبيت الموضوع قوي قوي. انا كنت هنا يعني الزغاليل لما كانت بتطير في البلكونه يعني اخرهم يركنوا هنا ويرجعوا لي تاني، لكن هناك بقى الموضوع مختلف وقدامه واسع. فانا حبيت الموضوع جدا، واخدين بالكم؟ فانا لازم اجيب شويه زغاليل تاني. يعني انا معلش يعني ان شاء الله كده الكام زغلول اللي هيطلعوا اليومين اللي جايين دول هبيعهم، والله ان الدنيا معايا مش متظبطه قوي. تمام كده. وزي ما انتم عارفين انا صرفت مصاريف كتير قوي 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 الفتره اللي فاتت دي. يعني انا كنت بادئ الموضوع بزغلولين، الدنيا فتحت معايا هنا وهناك، والحمد لله على كل حاجه. والحمد لله يا اصحابي اللي انا لما جبت الزغلولين وصورته فيديو ونزلته عرفني على ناس حلوه زيكم، وانتوا اللي حببتوني في الموضوع، وانتوا اللي حببتوني اللي انا اكبر المجال اكتر واكتر. ومش بس كده، انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ناوي اعمل حاجات كتير. يعني ناوي اظبط حاجات في السطح هناك، وناوي اخلي منظر السطح دوت حاجه تانية خالص. وان شاء الله هنرسم رسمه في السطح
وهنلون الاوضه، بس طبعا ربنا يكرم بس الاول والدنيا تظبط شويه. فلو انت بقى يا صاحبي بتحبني لله في لله زي ما انا بحبكم لله في لله، ما تنساش بقى تعمل لايك. ولو انت مش مشترك، انا عايز اوصل 10,000 اخ واخت بقى يا جدعان. هنوصلهم امتى يا جدعان؟ هنوصلهم امتى يا جدعان؟ فوالله يا جدعان انتوا مش عارفين، لما انا مثلا بصور فيديو وبنزله كده، ومثلا في اول ساعه بلاقي 50 70 لايك كده، 100 لايك، انا اقسم بالله ببقى مبسوط. يعني ببقى مبسوط ان انا عملت حاجه حلوه. فزي ما انا بقى ببسطكم وبعمل لكم تحديات وبعمل لكم تجارب وبظبط الدنيا معاكم وبجيب لكم حمام وهنطير زغاليل ونقعنا وجبنا عيون، متنساش بقى اللايك بتاعك. فانا النهارده بقى زي ما انا هعمل حاجه هتبسطكم وهنشيل التاتو، انا نفسي تبسطوني النهارده بعدد اللايكات. السلام عليكم.